تحية طيبة للجميع. وأنت تقلب أوراق التاريخ الحديث لملف القضية الفلسطينية لن تجد مبادرة واحدة قدمها الكيان الصهيوني المحتل لطرح ما يسمى بالسلام، فمبادرات السلام كانت حصرا ولا زالت مصدرها طرف واحد هم العرب المسلمون، وإن سميت هذه المبادرات بتسمية غير عربية. فمعاهدة كامب ديفيد العام 79 900 و1000 كانت عهد السلام الأبدي الذي رأته مصر السادات آنذاك، لكن الحقيقة أنها كانت حكما أبديا على المنطقة بالخضوع والخنوع. والدليل أن اتفاقية وادي عربة العام 94 900 و1000 بالأردن جاءت سخية ببنود السلام، لكنها بالمقابل لم تقدم إلا استسلاما جديدا لمحتل تعدت أطماعه التوسعية لحدود الأردن نفسه. أما اتفاقية أوسلو الموقعة في واشنطن قبل وادي عربة بنحو عام، هذه الاتفاقية ها هي تبتلع اليوم ما تبقى من أراضي الفلسطينيين في غزة حصارا، وفي الضفة الغربية تهجيرا واستيطانا. لتأتي مبادرة السلام العربية السعودية ببيروت العام 2002 رافعة شعار الأرض مقابل السلام، فلا نحن من يومها حافظنا على الأرض ولا نحن حصلنا على السلام. فهل هكذا يفكر العقل العربي المسلم الذي أشرقت شمسه يوما ظلمات العالم الغربي، أم أن اتفاقيات السلام والتي هي مزعومة ليست إلا منوما لشعوب يظنها الغافل نائمة إذ هي تتحين موعد الاستيقاظ؟ المجرم نتنياهو وخارطة الوهم الصهيوني أي مصير للمنطقة العربية؟ موضوع هذه الحلقة من برنامج في قلب الأحداث بعد هذا الفصل.